الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين وهادي الضالين وناصر المستضعفين وحبيب المساكين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. أحبابي في الله، في درس جديد توعوي في عالم الأرواح. اليوم غادي نهضروا على واحد الظاهرة خطيرة اللي ولات كتنتشر بزاف وسط الناس، ولات سبب في خراب الديار وضياع أموال الناس وتدهور الحالة النفسية والروحية ديالهم. هذه الظاهرة هي كذبة جلب السحر قدام المريض، أو ما يسميوه بعض النصابة بسحر الأعين. هذه الخدعة كيديروها بعض الناس اللي ما عندهم لا علم ولا ورع، وغايتهم الوحيدة هي يشفروا فلوس عباد الله تحت غطاء العلاج. كيشدوا مواد كيميائية بحال اللي كيستعملوها في السيرك والعاب الخفة، وكيديروا مسرحية قدام المريض باش يبينوا ليه بحال الى خرج السحر او حضر السحر ديالو، وفي الحقيقة ما كاين لا جن لا سحر، غير تأثير بصري كيبقى دقائق ويتلاشى. المسكين كيتصدم وكيتيق وكيسحب ليه راه تعالج، ولكن شنو كيوقع؟ كيطلبوا منه فلوس وكيدخلوه في دوامة ما كتساليش. بعض المرات كيعاودوا ليه نفس المشهد باش يطولوا الوقت ويشفروا اكثر، والمريض ما كيعرف حتى شنو واقع. كيعطي فلوسه وكيتزاد حالة ديالو سوءا على سوء، سواء نفسيا او روحيا. الخطير في الموضوع هو ان حتى الناس اللي ما عندهمش سحر كيتخدعوا بهذه الطريقة. يعني اي واحد يدخل عند هذه النصابة كيبان ليه السحر. علاش؟ حيت ماشي سحر حقيقي، وانما خدعة معمولة باش توهموا، ولو كان بصح عندهم كشف راه يميزوا بين المصاب والسليم. وهذا الشيء راه ماشي جديد، راه مستوحى من علم قديم سميتو السيمياء، وكانوا كيستعملوه في العصور القديمة في اليونان والهند، واليوم رجعوا النصابة يستغلوه في بلادنا خصوصا في المغرب، ويقولوا ليك راه خرجنا ليك السحر، وكيزيدوا يضحكوا على عباد الله بمصطلحات غريبة بحال سحر المقابر والتابعة والسفلية وربط قديم، وكلها كذوب في كذوب.